ده كده حاجة الكاشينة القديمة، المخدات بالجنزير، وده كده الجديد اهو، وبالقسطرة 1200 اهو. اذكر الله وصلي على النبي. بص كده دي ترومبة زيت قسطرة 1200. بصوا عاملة ازاي من جوه، ترومبة زيت المطر. اذكر الله وصلي على النبي. دي ترومبة زيت استراد، تمام. المفروض ان احنا جايبينها لكورسة لقسطرة، معلش انا اسف، لقسطرة 1299. دي الترومبة بتاعتها كلها مسلخة طبعا من جوه اهي، عشان ضغط الزيت ضعيف. الترومبة كلها مسلخة اهي، تمام. دي كده اتركنت على جنب. جنبنا ترومبة تانية ما لقيناش دي، عشان دي كل اللي موجود خلع وطلع عينه وبايظ يعني، تمام. جبنا ترومبة تانية بتاعت كورسة 2010 ال 1400 تربو، بنقفلها طبعا. فقبل ما نقفلها لازم ننضف كل ده كده. دي ترومبة كاملة استيراد في وش التقسيم، وطبعا لازم نفور الترومبة عشان نطمن عليها اذا كانت مسلخة ولا مش مسلخة. ليه بقى؟ عشان خاطر ما نقفلش ونرجع نحل تاني. بص كده كل ده كده جوه الترومبة اهو، وادي حشو الترومبة اهو. اذكر الله وصلي على النبي. كده بالصلاة على النبي بعد ما غسلناها طبعا اهو وحطينا طقم الحشو طبعا اهو قبل ما تتقفل. اذكر الله وصلي على النبي. كده بالصلاة على النبي احنا بنعمل تيست برضو بعد ما قفلنا ايه وش التقسيم اهو. بنعمل تيست للترومبة برضو، بنحضر لها زيت قبل ما نقطع المكنة بس كده الزيت بيحضر اهو على الكمات والتيست الجديد اهو الزيت اهو كده ايه. طلعنا الهواء اللي فيها كله، وبنطمن برضو ان المجر الزيت كلها سليمه. ده كده بالصلاه على النبي صوت المكنه بعد ما خلصنا اهو. بالصلاه على النبي يكسب. اذكر الله وصلى على النبي.